أنا اسمي ليان، يتيمة الأم. أبويا طبعا متزوج. قبل زواجه كان يزورني من وقت لوقت بحكم أنه هو في مدينة وإحنا في مدينة. وقتها كان عمري 8 سنين، ما أتذكر كيف كانت زياراته لي لأني كنت صغيرة. أبغى أوضح لكم نقطة، أنا من قبيلة وخوالي من قبيلة ثانية. كنت أحس بالغربة بينهم، ما أعرف، يمكن عشانهم عنصريين، بس هذا كان إحساسي من وأنا صغيرة. مرت الأيام وانتقلنا للمدينة اللي فيها أبويا، وقبيلتنا كان أكثرهم في هذه المنطقة أو في هذه المدينة اللي فيها أبويا. كنت طايرة من الفرحة لأني بتعرف عليهم وأخيرا بعرفهم. كنت أبغى أحس بالانتماء. المهم انتقلنا، وجاء هذاك اليوم اللي زارني فيه أبويا وأقنعني إني أروح معاه ويعرفني على زوجته. وفعلا زرتهم مرة ومرتين وثلاث، ومعاملة زوجته لي كانت جدا عادية. وفي يوم من الأيام قالت لي تعالي معايا احضري مناسبات، في مناسبة أبغاك تجي معايا وتعرفي على بنات عمك. لا تنسون تشتركون في قناتي على اليوتيوب رون، وحسابي في التيك توك رون _9090. نكمل. أنا طرت من الفرحة. وقتها كان في زواج، كان يبعد عن المنطقة اللي احنا فيها 15 كيلو تقريبا، كان في قرية. كان زواج ولد عم أبويا. وقتها كان عمري 11 سنة. وقتها كان همي إني أروح ألعب مع بنات عمي وأتعرف عليهم. رحنا الزواج وتعرفت على بنات عماتي وعماني، وكنا نلعب ونرقص. وتعرفون زواجات القرى تكون بسيطة، احنا بالحوش والرجال في بيت الشعر قدام البيت. المهم جاتني أخت العريس اسمها ريم، قالت لي تعالي أبغاك. قلت لها فين؟ قالت تعالي معايا. رحت معاها داخل البيت، لقيت ولد عمره 14 سنة. خفت، وقفت مكاني في الصالة وهو في آخر الممر. قالت ريم هذا أخويا عبد الله، هو اللي قال لي دخليها. ضحكت وراحت. أنا تسمرت بمكاني، كنت جالسة أنتفض وأقول بيني وبين نفسي يا ربي لا يكون شافني وأنا أكب البيبسي على سارة. طبعا سارة تكون بنت أخته. حطيت رجلي وهربت. هو واقف مكانه ما تحرك، كان يطالع فيني بنظرات ما قدرت أفسرها. وقتها الخوف كان مسيطر علي. المهم طلعت للحوش ورجعت ألعب مع البنات، مع ريم وسارة، ونسيت الموضوع. ونمنا هذيك الليلة في القرية في بيت عمتي. ومن صباح ربي طلعنا نلعب في الشارع لأن القرية كانت صغيرة وبس أقاربي اللي كانوا موجودين. المهم لقيت عبد الله جايب لي سارة وريم عشان يلعبون معايا، وهو جالس يستناهم في السيارة، ونظراته لي وين ما أروح وين ما أجي بس يطالع فيني. جاء أبويا، وقبل ما أركب السيارة جاتني سارة، حطت ورقة في يدي وهربت. أنا على طول خبيت الورقة. كان قلبي يدق بسرعة، ما فتحتها إلين وصلت البيت. أول ما وصلت البيت لقيت الورقة مكتوب فيها حرفي وحرفه ومكتوب أحبك. إحساس غريب ما قد مر علي. من الخوف كنت أبغى أبلع الورقة، كنت خايفة إن أحد يشوفها. مرت الأيام وصرت كل عيد أو كل مناسبة أروح مع أبويا وزوجته للقرية، وبكل مرة كنت أشوف عبد الله. كان دايما يشتري لي من البقالة الأشياء اللي أحبها ويرسلهم مع ريم وسارة، ويرسل لي أوراق فيها حروفنا وأسامينا ويكتب لي أحبك. كنت أقول للبنات عبد الله كبير وأنا صغيرة، إيش يبغى فيني؟ وهم كانوا يقنعوني إنه هو مرة يحبني. المهم مرت الأيام وتعلقت فيه بشكل خيالي، صرت أشوف الدنيا كلها عبد الله. حبيت حب بريء جدا وهو كمان. المهم نرجع لزوجة أبويا. من لما بديت أكبر تغيرت معاملة زوجة أبويا لي، صارت تسمعني كلام يغثني وصارت تكرهني. أبويا طبعه مسالم، وأنا ما كنت أبدا أحكي عن اللي يصير لأن لسانها طويل وممكن تقلب السالفة علي، وكنت خايفة يجي يوم وأفقد عبد الله فيه. المهم استمريت مع عبد الله. آخر مرة شفته فيها كانت في مناسبة في القرية، كان وقتها عمري 14 سنة وهو عمره 17 سنة، وكان الوصل بيننا ريم وسارة. كان متعلق فيني مرة، وبكل وقت يا ألقى منه يا رسالة يا وردة يا شوكلت اللي أحبه. كان أي أحد يجي لمدينتنا يرسل معاه شيء لي. لاحظت زوجة أبويا اهتمامه فيني وسألتني عنه، وأنا أنكرت. خفت وقتها وهي بدت تحفر لي وأنا ما كنت أدري أبدا. المهم عبد الله صار لي الأب والأم والأخت والأخ والصديق وكل حاجة في حياتي. كان حنون معايا جدا. أبوي كان مهملني وخوالي يعاملوني على أني غريبة. مرت الأيام وعبد الله كل شيء في حياتي. آخر مرة شفته كنت أنا في المتوسط. طبعا زوجة أبويا صارت تمنعني إني أروح للقرية هذه اللي فيها عبد الله، وانقطعنا إلا من الرسائل. كان في واحدة في مدرستي اسمها نورة تقرب لسارة، كانت هي الوصل بيننا. مرت السنين وعبد الله صار في الجامعة وكبر الحب بيننا. كان دائما يرسل لي رسائل بورق ويقول لي اصبري أنا بعوضك، وكنت أقول له بنتظرك الآخر يوم بعمري. قبل لا يتخرج عبد الله بسنة دقت علي سارة، رديت إلا صوت عبد الله. هنا وقف قلبي، تجمدت، حسيت إن الدنيا تدور فيني. من زمان ما سمعته ولا شفته. قال ليان أنا بدخل عند شخص واسمعي لا تسكرين. إلين ما أخلص كلامي أنا سكت. دخل عند أبوه، قال له أبويا؟ قال أبوه هلا.
قال له أنا أبغى أتزوج وأبغاك تخطب لي. قال أبشر، ومن تبغى؟ قال أبغى ليان بنت فلان. قال تم، بكرة أخطبها لك. أنا هنا حسيت إني انولدت من جديد، على طول قفلت الخط وأنا قلبي طبول، وأخيرا بيتحقق الحلم. 9 سنين حب، 9 سنين انتظار وشوق. ما نمت هذيك الليلة. أخيرا بستقر وربي بيجمعني بالحلال مع اللي أبغاه. بكون أسرة وبستقر مع الإنسان اللي حبيته. داومت الصباح نشيطة، كنت وقتها بأولى جامعة، وكانوا سارة وريم معايا في نفس الجامعة. خلونا نرجع شوية لزوجة أبويا. طبعا سببت لي مشاكل كثير، وحكت عني وقالت إني وإني وطلعت كلام كله كذب. حسبي الله ونعم الوكيل. وقست قلب أبويا عليا. طبعا من وأنا بالثانوي أبويا صار ما يرد عليا، ما يخليني أجي أزورهم. هذا يمكن كمان السبب اللي خلاني أتعلق في عبد الله أكثر. كنت أحس سندي في الدنيا هذه. المهم داومت بالجامعة. بعد أسبوع من مكالمة عبد الله لي قابلت ريم. قالت أهلا بعروستنا. قلت أنا إيش قاعدة تقولين؟ قالت أبويا أمس خطبك لعبد الله وأبوكي وافق. أنا تجمع فيني شعور الفرح مع الصدمة. حسيت إن روحي رجعت فيني. طبعا وقتها كل الجامعة يهرجوا بخطبتي وأنا علامات استفهام فوق راسي. طبعا مدينتنا صغيرة وأكثر البنات يا أعرفهم يا من قرايبي. طبعا في نقطة تحول في حياتي. أخت زوجة أبوي، يعني أبويا زوجته أختها، إيش تصير؟ تصير زوجة أخو عبد الله. يعني عبد الله أخوه متزوج أخت. فهمتوا؟ المهم عبد الله بعد موافقة أبويا أرسل لي مسج، كلام طويل، اختصاره إني أنا وفيت بوعدي الأول وباقي وعدي الثاني إني أسعدك. وقتها ما أقدر أقول قديش سعادتي. مرت الأيام واختفى عبد الله. قلت يمكن عشانه آخر سنة جامعة يبغى يجتهد ويركز، وأنا كنت بس أنتظر. كانوا دائما يسألوني متى الملكة، متى الزواج، وأنا ما عندي رد، لأن أصلا أبويا ما قال لي إني انخطبت. ما أدري ليش ما قال لي. مرت السنة هذه وعبد الله تخرج، ومرت السنة الثانية وعبد الله لسه مختفي، وأنا كل من سألني عنه علامات استفهام، لدرجة أدخل غرفتي وأجلس أبكي محروقة ما أدري إيش فيه. حتى سارة وريم ما يردون علي، يتهربون مني. دقيت عليه ولي أول مرة في حياتي أسويها. بعد خلاص ما عاد عرفت إيش أسوي. كنت أبغى أعرف إيش فيه. ما رد علي. صرت أدق بدون شعور مرة ومرتين وثلاثة وما يرد. صار فيني تبلد. ليه؟ إيش فيه؟ ما أمداني. فرحت بسم الله. مرت السنة الثانية والثالثة وسمعت إن عبد الله توظف. بس بيوم من الأيام جاني أبويا للبيت وقال يا ليان ولد عمك ضاري خطبك مني، وأنا أعطيته موافقة مبدئية إلين أشوف رايك. حسيت كأن أحد كب علي موية باردة. جلسة أقول في نفسي طيب وعبد الله. تذكرت إهماله لي، اختفاءه اللي من غير أي مبرر، وابتعاد ريم وسارة عني. قلت على طول أنا موافقة. إيش في يا جماعة؟ صوتي تغير مع القصة. دخلت وتملكت وأنا ما أعرف أي شيء عن ضاري، لا شكله لا طبعه لا فهم موظف، ما أعرف شيء إلا أنه ضاري ولد عمي وبس. بعد ما تملكت بفترة عرفت سبب ابتعاد عبد الله عني. صارت مشكلة مع أهله. أخت زوجة أبويا اللي هي تصير أصلا زوجة أخو عبد الله قالت لهم ترى ليان قاطعة أبوها ولسانها طويل على أبوها وما تحترمه، عشان كذا هو ما صار يجيبها لبيته وخلاها عند خوالها. قال أبو عبد الله أجل هذه البنت ما تدخل بيتي. حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا هالكلام كله كذب وافتراء. يعني أنا لولا اليتم كان ما تشتت عند خوالي أصلا. لكن حسبي الله ونعم الوكيل. أنا تزوجت ضاري وهو طيب معايا الحمد لله، وعندي بنتين وولد. وسمعت إن عبد الله تزوج بعدي كمان عنده أطفال. انتهت القصة. الرأي الشخصي. طبعا حسبي الله ونعم الوكيل على كل شخص يشوه سمعة ويطلع كلام عن أحد. حسبي الله ونعم الوكيل. ولصاحبة القصة إن شاء الله أن كل شيء مريتي فيه خيرة، وكويس أن ولد عمك ضاري كويس وطيب معاك، ما تدرين، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. حسبي الله ونعم الوكيل. إيش يقول الواحد؟ بس هذول الثنتين زوجة أبوها وأختها ودي بمسكهم وصقع براسهم في الجدار، وجع ناس تقهر، قلة أدب وربنا. وش لهالدرجة الناس فاضيين يروحون يطلعون كلام؟ يا أخي ألتوا بنفسكم. هبالة ورب النعمة هبالة، ناس هبلة. وبس يا جماعة هنا يكون وصلنا نهاية